لو فلوسك في السوق لازم تخلي بالك من البجعة السوداء، وهقولك ليه سموها كده. البجعة السوداء هو مصطلح بيعبر عن الأحداث المفاجئة والقهرية اللي بتقلب الدنيا وتوقع اقتصادات بلاد، زي بالظبط البجعة السوداء اللي بتيجي فجأة وبطريقة مش متوقعة وسط سرب البجع الأبيض. وده اللي حصل وقت انهيار سوق الأسهم في 1929 وأزمة 2008 ووقت كورونا. بس طبعا محدش عارف في ايه في الدنيا وبكرة هيحصل ايه، فلازم تتحوط علشان لو بعد الشر حصل حاجة زي كده تبقى مأمن نفسك وما تخسرش خسائر كبيرة. وضروري كمان تنوع استثماراتك علشان ما ترجعش تزعل، وخليك مراقب السوق دايما وتابع اي تغيرات سياسية اقتصادية او حتى جوية. وضروري يكون عندك خطة للتعامل مع الازمات المفاجئة. بس عارف البجعة السوداء مش وحشة قوي كده، لانها زي ما بتضيع ناس بتغني ناس. ازاي؟ لانها بتكون فرصة انك تشتري اصول بارخص الاسعار، ولما الازمة بتعدي بتكسب اضعاف الاضعاف. هو السوق بيحب اللي صاحي للفرصة. والبجعة السوداء مش نهاية العالم، هي مجرد تحدي، والتحديات اللي زي دي هي اللي بتخلق الفرص الحقيقية. قولي بقى في الكومنتس، البجعة السوداء أثرت عليك قبل كده؟